لو بتحبي الرز بلبن وعايزة تعمليه زي المحلات بوش مكرمش، تعالى اقولك نعمله ازاي ويطلع كريمي بمنتهى السهولة. يكون ناعم وكريمي زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى اسهل، يعني يكون سهل جدا. شايفين عامل ازاي كريمي وتحفة. وعايزة اقول لكم ما قعدش في التلاجة كتير، ما سقعتوش كتير. يعني انا عندي هنا وهقولك ازاي تزينيه زي بتاع المحلات كمان. يعني احنا بنروح نشتري الطبق متزين بحاجات كتير قوي، فهخليكي تعمليه زي بتاع المحلات واحسن. طبعا هتعمليه بايدك، هيكون نضيف، هتكوني ضامنه الحاجه اللي انتي بتحطيها، وهتاكلي ولادك حاجه حلوه. طبعا ينفع كمان معاكي في سحور رمضان، حاجه جميله وخفيفه بأبسط المكونات اللي موجودة عندك في البيت. تعالوا نشوف عملنا الجمال ده ازاي مع بعض. مساء الفل يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. معايا هنا كوباية رز مصري، غسلتها وصفيتها خالص. انا ما نقعتوش، انا غسلته بس. هنزل بيه في الحلة وهحط عليه 4 كوبايات مية سخنة. انا ما بحطش مية ساقعة علشان ما يلزقش مني، المية الساقعة تخليه يلزق وما يستويش بسرعة. المية السخنة تعجل من تسويته وتخليه مفلفل كده والرزاية منفوخة وتشرب المية بسرعة. ايدي فيه، انا هنا على نار عالية وايدي فيه، انا مهوية الغطا، بفضل اقلب فيه لغاية ما الرز يشرب المية. وهنا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين المية اتبخرت والرز استوى تمام. هنزل هنا بقى ب2 كيلو حليب. انا كوباية الرز بتاخد 2 كيلو حليب. لو انت عايزة تقللي الكمية يبقى نص كوباية رز عليها كيلو حليب او كيلو لبن. وممكن كمان تعملي ربع كوباية رز عليها نص كيلو لبن، حسب اللي انت عايزاه. هيطلعوا لك برضو طبقين حلوين. هفضل اقلب فيه كده لغاية ما يبتدي يغلي، واول ما يغلي بهدي النار على الوسط. معايا هنا كوباية سكر، وهنا السكر حسب الرغبة، ممكن تقللي وممكن تزودي، بس انا كوباية السكر طلعت مظبوطة جدا وانا بعمله وعارفة التست بتاعه ايه. ممكن تقللي السكر حسب الرغبة. ابتدى يبقبق زي ما انتوا شايفين معايا هنا وغلي. معايا هنا نص كوباية لبن. هحط على الاضافات بقى اللي انا هحطها ايه: معلقتين كريم شانتيه، عندك كيس خير وبركة، عندك كريم شانتيه سايب برضو حلو. هما معلقتين واقلبهم. انا بحطهم في لبن ليه او ميه عشان ما يكتلوش في قلب الرز. هنزل بيهم على الرز وهدي تقليبه. كل ما احط مكون هقلب. انا معايا هنا حاجه اختياري كانت موجوده عندي في التلاجة، مش موجوده مش متوفره الغيها خالص. معايا هنا علبه كريمه خفق حلويات، دي بامانه كانت موجوده عندي ومش ضروريه على فكره. انت ممكن تكتفي بالكريم شانتيه بس. انا بقولك على الاضافات اللي كانت عندي، مش متوفر عندك يبقى كريم شانتيه يبقى زي الفل، ويبقى احلى رز بلبن من ايدك.
معايا هنا بقى كوبايه ميه، كفايه انا بقى لبن. كوبايه ميه هحط عليها معلقه هرميه نشا، انا مش هزود النشا عن كده. وهنزل بقى برضو بيها على الرز. وهستنى لما هفضل ادوب لغايه ما النشا يستوي في قلب اللبن. هنزل هنا بكيسين فانيليا، انا عندي الفانيليا دي كانت موجوده وبحبها جدا. عندك فانيليا سايبه برضو، مش سايله، مش وحش، حلوه برضو. وافضل اقلب فيه لغايه ما يغلي معايا. اول ما هيغلي هطفي النور. لازم برضو تبقي ايدك فيه، عارفه ان ما تسيبوهوش، لان طبعا لو سبتيه هيلزق في الحله. ايدي فيه ولازم يبقبق كده قدامك، كام بقبقه كده. والقوام انت هتحسي بيه ان هو تقل، شايفين اهو ابتدى يغلي اهو. وتفضلي ايدك فيه وانتي برضو يعني شايفه، هتبصي تلاقي القوام تقل قدامك زي ما انت شايفه. انا هنا معايا بولات ومعايا اطباق اللي هي بتاعه الرز بلبن. المتواجد عندك حطي فيه، يعني اطباق بولات اللي متواجد عندك. وبرضو معلومه، لما تيجي تغرفيه تبقى ايدك في يعني تطلعي تقلبي الحله كبشه بالحله كده، تطلعي رز ولبن، ما تطلعيش مثلا تاخدي من على الوش تاخدي لبن بس، زي ما انتوا شايفيني كده بدوب كده بالكبشه واطلع. شايفين انا بوريكم الحله عامله ازاي؟ بركه ربنا. بص كوبايه رز طلعت لي كميه كبيره قوي. هو لسه بامانه سخن جدا جدا. هقولك بقى على الطريقه للناس اللي بتحب الوش المكرمش، انا بس عشان استعجلت عليه عشان التصوير. انا ما سبتوش كتير على فكره، انا لو سبته كتير كان كرمش اكتر من كده. هو لسه كده سخن. تعملي ايه بقى؟ تسيبيه يبرد حوالي ساعتين 3 بره بدرجه حراره الغرفه وتغطيه. طب انا ما عنديش اغطي بايه، عندك ورق فويل غطي بيه، اكياس ستريتش غطي بيه. لو ليها العلب ليها غطيان غطية، بس بعد ما يبرد خالص تماما تماما بدرجة حرارة المطبخ. هنا انا بعد طلعته من التلاجة ما عادش غير ساعتين. شايفين الكرمشة والحلاوة. وعايزة اقولك كريمي وتحفة تحفة تحفة. والسكر بتاعه بأمانة مظبوط جدا جدا جدا. ما تحطهوش وهو الرز سخن، لا، سيبي عليه خالص تستنى عشان تاخدي الوش المكرمش. انا بامانه ما استنيتش عليه كتير عشان التصوير. هنزين، انا عندي هنا قشطه لبن كانت في الفريزر. هنعمله بقى، هنزين كام طبق كده زي المحلات. هحط على كام طبق كده قطعه قشطه. انا مش هزين الاطباق كلها، ان في اللي هياكل بقشطه، في اللي بيحب من غير حاجه خالص. انا بديك الفكره وانتي اشتغلي باللي عندك. كان عندي هنا يعني حبه في الازازه كده الصوص البيستاشيو، هزين بيهم برضو. عندك صوص كراميل ماشي، عندك صوص شوكولاته ماشي، لو عندك بسكوت ماشي، اللي متوفر عندك. عندك ايس كريم، اللي تحبيه واللي متوفر عندك اعمليه. انا اللي كان موجود عندي عملت بيه. فالتزيين ده حسب ذوقك وحسب اللي متوفر عندك. انا بديكي الفكره بس لانك انت بتطلعي طبق احسن من بتاع المحلات. عندك شويه مكسرات حطيهم. انا كان عندي شويه بندق برضو متبقين عندي في درج التلاجة، زينت بيهم. فبرضو المتوفر شويه سوداني اللي متوفر عندك، يعني مش شرط اللي انا احطاه، لا، اللي موجود عندك اعملي. بس فرحي ولادك واعملي حاجه نظيفه في بيتك، احلى وانضف وارخص. لو حسبناها ارخص من المحلات. شايفين الجمال والحلاوه بجد. هو الرز بيتكلم عن نفسه. والكرمشه رغم ان انا ما قعدتوش كتير في التلاجة، انا استعجلت عليه زي ما انا قلت لكم عشان التصوير. والطعم تحفه وكريمي جدا جدا. استغني عن الكريمه الخفق لو مش عندك. كريم شانتيه الكيس يعني بحوالي 20 جنيه، حاجه و20 جنيه كيس الكريم شانتيه.
او 25 جنيه. كوباية رز و2 كيلو لبن. هتعملي كمية كبيرة، ممكن تقسمي الكمية، هي تعملي على حسب افراد الاسرة عندك، بس بأمانة تحفة وحاجة نظيفة، وتنفعك برضو زي ما انا قلتلك في السحور، حاجة حلوة بعد الفطار في رمضان، حاجة في ايام الحر اللي احنا مرينا بيها، يعني حاجة حلوة ببيتك. عايزة اقولك كريمي وتحفة جدا جدا بأمانة. شايفين معايا طعمه جنان. سلام، باي باي.